ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده فيديو جديد ويوم جديد، ان شاء الله الفيديو يعجبكم. فاول حاجه ما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو وتشتركي في قناتي لو اول مره تشوفيني. فعلي الجرس على الاشعار الكل هيوصلك اشعارات بكل فيديوهاتي الجديده. تعالوا بقى نبدا مع بعض كده يوم لطيف وجميل بوجبه الفطار القمر دي. كان عندي هنا اللي هو بقى العيش القمح الكامل، التوست اللي كنت عاملاه معاكم قبل كده. فكنت بقى مقطعاه شرايح كده وشايلاه في الفريزر. فكانوا اخر بقى 3 وحدات من التوست. فقلت خلاص بقى هاخدهم كده واحمصهم في القلاية الهوائية المنجزة جدا بالنسبة لي. بتساعدني ان انا اعمل اكلات حلوة جدا وبرشة زيت واحدة بس. فحمصت بقى معايا كده العيش الحلو التوست ده. واخدت كده معلقة كبيرة من الجبنة الملح خفيف، ومعاها كده كام زيتونة. طبعا ما اخدتش الزيتون كله، يعني اخدت بس 2 زيتونة كده عشان بس ايه الضغط كده يتظبط معايا بحاجة كده تكون حادقة. وبدل بقى مشرب نسكافيه او شاي بلبن، فحبيت كده ان اخد ايه شريحة كده من البطيخ، قطعتها مكعبات، حاجة تكون ساقعة كده وترطب على قلبنا في الجو الحر ده. مش متحمل ان احنا نشرب اي مشروبات دافية. فاخدت بقى عيش التوست ده وهعمل بقى كده ايه وحدات التوست بالجبنة. ممكن طبعا تاخدي بقى في وجبة الفطار لو انت مثلا ما عندكيش جبنة مثلا ملح خفيف او جبنة قريش. البديل بقى ممكن ان انت تاخدي 2 بيضة مسلوقة، 3 معالق فول. في كمان ممكن تعملي اللي هو بقى البيض المقلي. لو انت مش بتحبي البيض المسلوق ممكن تعملي البيض المقلي بمعلقة صغيرة كده في طاسة تيفال بالسمنة البلدي، برضو بيكون حلو جدا. وكوباية بقى المية دي أساسي معانا قبل كل وجبة، سواء فطار أو غدا أو عشاء أو بين الوجبات عامة. لازم كده نشرب كمية مية كفاية، خصوصا بقى في الجو الحر ده. الجسم بيفقد كمية مية كبيرة جدا فلازم نعوضها. المهم بقى اخدت فطاري الجميل وطلعت بقى بره كده ايه افطر كده بروقان. يعني مش لاقيه بقى اللحظه الحلوه اللي انا بقعدها مع نفسي دي خالص. البنات بقى 2 يصحوا و2 يناموا. طول الوقت دوشه، طول الوقت بقى خناق مع بعض، يعني مش عايزه اقول لهم بقول لهم يا رب الدروس تبدا. فالمهم كده كنت عامله بقى الشقه وشايله بقى كفرات كده اللي هو كانت في الريسبشن كلها. وكنت غاسله كمان بقى اللي هي كفرات الانتريه. المهم يعني حسيت ان انا لما خفيت كفرات من على الارض حسيت ان الدنيا بقت ايه حلوه كده وجميله. فطبعا عملت بقى الروتين اللي كل ست بيت بتعمله كده في شقتها، بس صورت معاكم ايه فقره الفطار. وزي ما قلت لكم قبل كده ان انا هعمل لكم زي ايه، هناخد بقى من كل مطعم كده وجبه واقول لكم على افضل المطاعم اللي هي موجوده في دمنهور وكمان افضل العروض. فاليوم ده كده كنا شاريين اكل من عند ينابيع الشام. بالصدفه كده ظهر لي ممول ليهم. فالمهم دخلت شفت العرض ولقيت بقى عليه لايكات كتير وكومنتات كتير وكده. فدخلت سألت على العرض، لقيت العرض عبارة عن فرخة مشوية وعليها نص فرخة ومعاها رز ومعاها عيش ومعاها مخلل وبطاطس وتومية. والعرض ده كله بقى بكام؟ تعالوا بقى نشوف الوجبة كده الأول وأقول لكم بكام. المهم كده ده كده شكل الوجبة بعد ما جالي. أول حاجة كده وأول عيب إن هم اتأخروا عليا جدا. إن أنا كنت طالبة الأوردر الساعة 2 والاوردر يجيلي الساعة 8. فيعني اول حاجة كده نقطة مش حلوة خالص عندهم ان هم بيتأخروا جدا في وقت كده توصيل الاوردرات. او ممكن ده عشان كان عرض فعشان كده الدنيا كانت مضغوطة عندهم قوي، فعشان كده الاوردر جالي متأخر. تاني كده حاجة عجبتني ان الفراخ وزنها كبير. يعني الفراخ كده مش فراخ صغيرة او فراخ كده اللي هي اللي مثلا بيكون وزنها كيلو ونص او كيلو وربع، لا فراخ كبيرة وحلوة. فزي ما انتوا شايفين معايا الفراخ ما شاء الله كبيرة. بس كمية الرز مش كتير. المفروض ان هي وجبة طالعة بتكفي عدد كويس. فكمية الرز المفروض تكون كتيرة، فكمية الرز زي ما شفتوا معايا كمية الرز مش كتيرة. فالمهم كده دي كانت الفرخة اللي هو الطبق اللي فات. وده كده الطبق اللي هو نص فرخة، برضو مفيش فيه كمية رز كبيرة. وبيكون فيه 2 بس عيش من اللي هو عيش الصاج اللي هو عيش الشاورما. فالوجبة بتيجي طبقين كده، طبق فيه فرخة كاملة وطبق فيه نص فرخة، تحتهم كده فرشة من الرز مش كمية كبيرة. يعني لازم لو انت أسرة مكونة من 6 أفراد لازم هتعملي كمية رز تانية، يعني كمية إضافية سواء رز أو مكرونة تكملي بيها وجبة الغدا. ده كده شكل الرز. حبيت بقى ان انا ادوقه. فبالنسبه لي رز معمول كده ما فيهوش اي توابل عامه خالص. وتقريبا اللون الاصفر اللي هو موجود في الرز ده بيكون لون لان انا بعمله بالكركم، مش بيكون باللون الاصفر اللي هو اللون الاصفر الفاقع قوي ده. فتقريبا هو متزود له لون. الفراخ نظيفه زي ما شفتوا معايا بس مش متبله خالص. انت هتاخدي فراخ كده مشويه على اللي هي الشوايه الكهربائيه. دي مش شوي فحم، دي شوايه كهربائيه. فالمهم يعني هتاخدي فراخ مشويه ومستويه، فراخ نظيفة فعلا مش مجمدة.
عظم الفراخ من جوه كده تعرفي ان الفراخ مجمده وفيها تجميد كتير لما العظم يكون لونه غامق. فالعظم الفراخ كان لونه فاتح، الفراخ كانت مستويه كويس. بس الفراخ والرز مفيهمش اي تتبيله خالص. معرفش هل المحلات بتتعمد ان هي تطلع الوجبات ما يكونش فيها توابل وبهارات ومتبله كويس عشان اختلاف الاذواق، ولا ايه المقصود من ان انتي تاكلي حاجه مش متبله؟ زي شركه ولعتين كده، المنتجات اللي فيها ما فيهاش تتبيله. فمعرفش هما بيعملوا كده بناء مثلا عشان يراضوا كل مثلا الاذواق، ولا ايه الفكره؟ مش عارفه. فالمهم زي ما انتوا شايفين معايا دي الوجبه بنات، سعرها 300 جنيه. هي كسعر مقابل الحاجات اللي هي جايالك فهي سعرها كويس جدا. الفراخ نظيفه، الفراخ كبيره برضو مش صغيره. ممكن كمان ان انا اعمل الوجبه دي على وجبتين، يعني اكل فيها مثلا لمده يومين. اخد كده طبق فيه 6 قطع، والطبق التاني كده فيه 3 صدور، هيعملوا معايا برضو 6 قطع. بس هعمل جنبها يا رز يا مكرونه عشان اكمل الوجبه. وزي ما قلت لكم حبايبي الوجبه دي كان سعرها ب 300 جنيه. لحد امبارح كان العرض شغال، معرفش العرض شغال النهارده ولا لا. المهم كده كنت شاريه بقى اليوم ده اكل جاهز من بره، والشقه كانت متنضفه كده عندي وكل حاجه كانت رايقه، والمطبخ كمان كنت منضفاه. باقي بس كام دور كده هتشوفوهم معايا كترتيب وتنظيم كده ايه اخر الشهر عشان استقبل شهر جديد كده والدنيا تمام. قلت بقى ايه اشارك معاكم روتين جديد كده دخل حياتي وبجد مبسوطه بيه جدا، وهو روتين شخصي. السكين كير يعني المنتجات الطبيه اللي بجد بقى عندي هوس حاليا بيها، بقيت ادور عليها اكتر ما بدور على الميك اب. وكبداية هي بداية ممتازة جدا بالنسبة لي، فهكمل كده التجربة للآخر وأقول لكم رأيي في المنتجات اللي جبتها بمنتهى الأمانة. كان عندي بقى هنا كده شوكولاتة اللي هي مرجان، اللي هي الكنافة المتحمصة، معاها اللي هي النوتيلا مرجان، طعمها حلو جدا تستحق التجربة. وفي كمان شوكولاتة روشين اللي هي بقطع اللوز، فيها بقى لوز كده مملح، طعمها برضو معرفش فيها حاجة بتخلي هرمون السعادة يعني عندك عالي قوي، فطعمها برضو كان حلو جدا. وده كده ريفيو سريع عن شوكولاتة مرجان بالكنافة وعن اللي هي شوكولاتة روشين اللي كنتوا شايفينهم معايا الفيديو اللي فات. تمام كده حبايبي، اخدت بقى واحدة كنز كده من هيلسي، شغلت التكييف، كنت واخدة بقى شاور كويس جدا، وقلت اشارك معاكم السكين كير اللي انتوا هتشوفوه معايا. اول حاجة كده بنات في السكين كير هقول لكم برضو على اسماء المنتجات اللي استخدمتها، واقول لكم برضو خطوات وضع المنتجات كده على البشرة. اول حاجة بنكون غاسلين وشنا كويس جدا بالغسول، يعني اول ما تصحي من النوم اغسلي وشك بالغسول. وقبل ما تنامي برضو لو انت حاسة ان وشك مجهد، او لو خرجتي بره البيت ورجعتي وكده اغسلي وشك برضو بالغسول. بعد بقى ما بنغسل وشنا بالغسول بنستخدم التونر. ده تونر من ابي، بجد يمكن التونر ده كان السبب ان انا اتعمق شوية في المنتجات الطبية والسكين كير. فتونر ابي ده بجد حلو جدا. زي ما شفتوا معايا فضيت بقى كل كده القطن ده في اللي هي البولة الازاز دي او البونبونيرة دي، واخدت نقطتين كده على القطنة من تونر ابي، مسحت بيه وشي. زي ما انتوا شايفين انا كنت واخدة شاور وغاسلة وشي بغسول ايفا، يعني بشرتي المفروض ان هي نظيفة، او انا فاكراها ان هي نظيفة. فالمهم ايه هعمل لكم بقى بالقطنة التانية دي اللي هو ستارفل، اللي هو ماء ميسيلار او مزيل الميك اب من ستارفل، برضو حلو جدا. فهتشوفوا برضو هيطلع ايه من البشرة. فتونر ابي بقى ده الميزة فيه ان هو بيرطب البشرة، بيعمل كده تنظيف لكل مسام البشرة، بيقلل المسام، يعني بجد حلو جدا، وكمان بيزيل الميك اب. شايفين بقى القطنة ما بتكدبش، يعني واخدة شاور وغاسلة وشي كويس جدا بغسول ايفا اللي هو بيشيل الميك اب كمان. وشايفين بقى القطنة طالع فيها حاجات قد ايه. فحقيقي التونر يعني بصوا بينظف البشرة تنظيف عميق جدا. وانا بالنسبة لي التونر كمان افضل من اللي هو ماء ميسيلار. ماء ميسيلار لو هتستخدميه وتشيلي كل الميك اب لازم بعدها تغسلي وشك كويس جدا بالمية، انما التونر بتبداي تستخدمي كده في الروتين وتكملي عليه. فهتعملي بقى روتين استخدمتي كده التونر، مسحتي بيه بشرتك ونضفتيها تنظيف عميق كده بالقطنه دي، هتبداي تستخدمي سيرم. ده كده حبايبي سيرم من شركه دير، برضو شركه دير دي شركه مصريه وسمعت عنها ريفيوهات كتير جدا. وبالنسبه بقى للسيرم انت بتختاري السيرم اللي بشرتك محتاجاه، يعني في سيرم للنضاره، في سيرم للتصبغات، في سيرم لخطوط الوجه، يعني بتختاري نوع السيرم على حسب المشكله اللي هي موجوده في بشرتك. طبعا من كل بقى ايه خطوه والتانية بسيب بس ايه وشي يتشرب كل كميه المنتج اللي انا حطيته على البشره. فيبقى اول حاجه غسلنا وشنا، بعدين استخدمنا التونر، بعدين استخدمنا عليه اللي هو السيرم. المرحله بقى اللي بعدها ترطيب البشره،
بتستخدمي بقى مرطب للبشرة، في مرطب للبشرة من دير اللي هو نفس الشركة اللي انا استخدمت منها السيرم. باخد برضو عندي كده نقطتين بوزعهم كده على كل وشي، وكل الخطوات دي انا بعملها ومش باجي جنب المنطقة اللي هي حوالين عينيا. تمام كده حبايبي، رطبنا بقى بشرتنا كويس. وفي كمان المرطب من كارا برضو حلو جدا بجد، عجبني قوي لما استخدمته. فده كده بالنسبة للمرطب. طب لو انت بقى خارجة بره البيت لازم تستخدمي واقي للشمس. انا مستخدمة واقي للشمس من دراكون برضو حلو جدا، كنت جايبة العرض اللي هو فيه 2 علبة زي دي، برضو عجبني جدا. فده كده يعتبر اساسيات السكين كير اليومي. بالمروحة بقى الجميلة جدا دي هبدأ ان انا انشف بقى كل الحاجات كده اللي انا حطيتها على بشرتي، وهي سريعة الامتصاص، يعني البشرة بتمتصها بكل سهولة. خلصت بقى كده كل السكين كير اللي على بشرتي ذات نفسها. في بقى كريم العين من تيلوفال زي ما انتوا شايفين كده، بتبداي تضغطي بيطلع لك كده بامب، وفي كمان الجزء المعدن ده بتعملي بيه تدليك كده حوالين العين. فباخد بقى على كل عين كده بامب واحده، وببدا ان انا اوزع كريم العين. برضو امتصاصه كويس جدا، والمفروض ان هو بيشيل كل الخطوط اللي هي حوالين العين، بيفتح كده شويه الهالات السوداء. فبرضو هستخدمه كده واخلصه للاخر واقول لكم رايي فيه بكل امانه. نيجي بقى كده ايه نرجع بقى كل حاجة مكانها، واقول لكم الحاجات اللي هي ايه بالترتيب. اول حاجة كده شلنا الغسول، بخلي الغسول موجود عندي هنا عشان انا ايه بناتي مفتريين فاللي هو ايه بيخلصوا كل حاجة. فالمهم كده ايه غسلنا كده وشنا بالغسول. إيه اخدنا بقى شوية كده من التونر ومسحنا بيهم وشنا، تنظيف عميق للبشرة وترطيب كمان. بعدين استخدمت السيرم، وبعد السيرم بستخدم اي مرطب للبشرة سواء دير او كارا، الاتنين احلى من بعض. وكمان استخدمي المرطبات الطبية، حقيقي ترطيبها احلى بقى من الكريمات العادية اللي هي بقى جونسون ونيفيا وايفا، وكمان في جلوسيد، وفي اللي هي الكريمات العادية. فخليكي في المنتجات الطبية بجد هتعجبك قوي. ده كده بالنسبة للسكين كير اللي هو على وشي بقى وحوالين عينيا. نيجي بقى هنا بعد ما اخدت بقى شاور كويس كده وعملت بقى سكرابات للجسم كده وظبطت نفسي، في بقى عندي هنا ديودرنت من انفينيتي بجد حلو جدا. فاكتر 2 عجبوني اللي هو انفينيتي وستارفل، الاتنين احلى من بعض. جربت دراكون ما عجبنيش قد كده، انما انفينيتي وستارفل ارشحهولك بكل ثقة. وطبعا لازم النظافة الشخصية قبل ما تستخدمي اي منتجات زي دي. نيجي بقى للشعر كده، كنت طبعا غاسلة بقى شعر بالشامبو، وبعدين مستخدمه بعديه حمام كريم، ومعايا بقى الكريم لو انت بتحبي كريم الشعر. ففي كريم الشعر من سينورا ده حلو جدا، ترطيب عالي جدا للشعر وكمان للهيشان اللي هو بيكون موجود في الشعر حلو قوي. ففي جزء من بناتي بيحبوا الكريم، وفي جزء تاني بيحب الزيوت، وانا بحب زيوت الشعر. ومن افضل الزيوت اللي انا بحبها هو زيت باراشوت. في العيد كنت شارية من عند توكا ازازة الزيت اللي هو باراشوت، اللي هي على الكلمات كده ايه مقاسها كبير شوية. فكنت شارياها العبوة دي 200 جرام، كانت ب135 جنيه. فطبعا بقى الصيف واستخدام الزيوت والشامبو والشاور والحاجات دي بتكون اكتر شوية من الشتاء. فالمهم ايه قربت تخلص من عندي، فقلت هشتري بقى ايه ازازة تانية. فاشتريت عبوة تانية من عند ميراج برضو 200 جرام. وزي ما انتوا شايفين الكلمات والكتابة والرسم مختلف تماما عن اللي شارياها من عند توكا. فانا لو حاثق في المنتجات الطبية فانا حاثق في المنتجات اللي هي من عند ميراج. ففي فرق طبعا ما بين الزيوت، وكمان هيبان اكتر في الشتاء بقى لما تلاقي الجو بقى برد قوي. زيت جوز الهند الطبيعي بتلاقيه بيتجمد معاكي. فكنت شارية العبوة نفس الوزن من عند ميراج، كانت ب120 جنيه. المهم يعني زيت جوز الهند عامة حلو جدا للشعر. تعالي بقى ايه، بما اننا داخلين على ايام بقى دراسة والدروس والمدارس، لازم يكون عندك افريزين. ده كده سيرم افريزين بجد بينظف الشعر جدا، بيحافظ كمان كوقاية للشعر من اي بقى عدوى او اي حشرات او اي حاجة. من المنتجات المحترمة اللي اديها كده 20 30 40 نجمة. فحقيقي حلو جدا، لازم يكون عندك السيرم ده. وسعره دلوقتي بقى 52 جنيه، وبيفضل عندي سنة كاملة، حلوة قوي. المهم بقى لو عايزة تروقي على نفسك اكتر شوية، ممكن تعملي كمان زي ماسك كده للبشرة. عندي برضو ماسكات ستارفل بس لسه ما استخدمتهاش، ممكن كل اسبوعين كل شهر تعملي كده ماسك على وشك تدلعي بيه نفسك، يعني ما تستخسريش حاجة في نفسك يا ست الكل، انتي تستاهلي كل حاجة حلوة. ومش هنفضل نهتم بقى بروتين البيت والتنظيف اللي مش بيخلص والترتيب اللي مش بيخلص والتفريزات والطبخ والحاجات دي كلها. صحتنا هي اللي بتخلص والحاجات دي مش بتخلص. انما كده نهتم برضو بروتين شخصي لينا، حقيقي هيفرق في نفسيتك جدا.
هنا بقى كنت بدور على ليب بالم من شانا، كنت شاريه كده عبوه ليب بالم طبي برضو حلو جدا، فبدور كده عليه مش لاقياه، لقيته بقى في الشنطه بتاعتي اصلا اللي ندى بنتي محتليه عليها، ولقيته موجود بقى في حاجتها، فاخدته بقى كده ايه رطبت برضو شفايفي. وهنا بقى كانت هي شاريه كريم ايفا للتفتيح. طب انتي يا بنتي من اصحاب البشره البيضاء، انتي بيضاء جايبه كريم تفتيح ليه؟ قالت لي مش عارفه يا ماما، دماغي كانت فين وقتها مش عارفه. فالمهم كانت جايبه العبوه دي اللي هو تفتيح من ايفا، كانت ب85 جنيه. فهي اصلا بشرتها بيضه، فندى بنتي دي ما تعرفش تشتري اصلا حاجات السكين كير دي، لازم انا اكون معاها. فقلت لها ما تروحيش تشتري اي حاجه تانية من غير ما تقولي لي ومن غير ما انا اكون موجوده معاك، رغم ان هي كبيره مش صغيره، هي 17 سنه، بس هي ملهاش قوي في الحاجات دي. المهم كده حبايبي، طبعا عملت بقى سكين كير للشعر، وسرحت بقى شعري والبشرتي، ورحت بقى غسلت ايديا بقى من الزيوت والسيرم والحاجات اللي كانت عليها. واخر حاجه كده بعملها اللي هو بقى سيرم للضوافر. طبعا الحمد لله بقى لي كده تقريبا 6-7 شهور ما بلبسش ضوافر اللي هي الاكليريك خالص، وبحاول ان انا اهتم بقى بضوافري الطبيعيه وادلع بقى نفسي. يعني انا كنت بشتري ضوافر وامير وصاروخ ولزق وحاجات للضوافر بمبلغ وقدره، فقلت خلاص بقى ايه بلاش الحاجات دي كلها، واهتم بقى بضوافري واشتري بقى ليها سيرم وحاجات زي كده. فالسيرم ده اول مره اجربه، هقول لكم برضو على النتيجه بعد الاستخدام. وعايزه اقول لكم برضو معلومه، لما كنت حتى بركب ضوافر، كانت ضوافري الطبيعيه يعني بتطول تحت الضوافر الاكليريك، يعني الامير والصاروخ والحاجات دي مش بتمنع ان الضوافر تطول، كانت بتطول، بس هي بتخليكي تتخلصي من عاده سيئه اللي هي تقطيم الضوافر. ربنا ما يكتبها على حد. كنت بقطم ضوافري لحد ما يوصلوا لحد اللحم كده، وابقى مش عارفه بقى لا ارش ملح على الاكل ولا اعصر ليمون، ودايما تعبني ووجعني، ودايما شكل ايديا متبهدل ووحش. فعشان كده كنت بركب الضوافر الاكليريك، والحمد لله تخلصت من العاده السيئه جدا دي، وحاليا مش بلبس ضوافر اكليريك خالص غير في اضيق الحدود. فهنا بقى كنت خلصت كده روتين السكين كير. على فكره هو ما اخدش معايا تقريبا 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير، بس كنت مبسوطه. نادين بقى بنتي شاريه المروحه زي ما قلت لكم الصغيره دي، عشان تنفعها بقى في الدروس الايام الجايه، ولذيذه جدا. وممكن ابقى اشتري مروحه زيها اخليها كده قدامي وانا ايه بعمل الوصفه في المطبخ، فعجبتني قوي. هنا بقى كنت ايه غرفه النوم، طبعا انتوا شفتوها معايا قبل كده، ويعني قليل قوي لما بصور عندي في غرفه النوم، بس حاليا محتاجه اعمل فيها شويه تجديدات. وده كده شكلها. وعايزه برضو اخف كل الحاجات اللي على التسريحه اللي انا حاطاها على التسريحه الصغيره دي، المفروض ان دي لللبس اصلا ان احنا بنلبس قدامها. وعندي بقى التسريحه التانية المفروض ان انا ايه بحط بقى الكرسي كده واقعد كده اعمل السكين كير وانا قاعده. فعايزه بقى انقل كل الحاجات اللي على التسريحه الكبيره دي، اوزعها بقى كويس على التسريحه التانية الصغيره اللي عندي. هي صغيره كطول، انما كعرض هي طبعا ايه عرضها اكبر شويه. فعايزه اعمل بقى ايه الحركه دي ان شاء الله قريب، بس بعد ما اعمل شوية تجديدات عندي في غرفة النوم. اشتريت بقى اي نعم شوية حاجات كده، بس لسه ايه هكمل باقي الحاجات اللي ناقصاني. عايزة اشتري اباجورات جديدة، اشتري كده حاجات تانية ايه كديكورات كده مختلفة. وهنا بقى برضو يعني من زمان قوي انا بحب استخدم اللي هو معطر جليد لغرفة النوم، بجد يا جليد اللي هو بنسيم البحر او جليد اللي هو بالورد، الاتنين احلى من بعض. فدي كده التسريحه اللي انا بقول لكم عليها بنات، زي ما انتم شايفين هي حجمها كبير ومقاسها كبير، فهوزع بقى عليها كل الحاجات اللي موجوده على التسريحه الصغيره. فانتظروا بقى روتين تاني حلو جدا في غرفه النوم مع التجديدات الجديده اللي انا عايزه اعملها. وده كده حبايبي كان فيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع